ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده مهلبية قمر الدين. لقيت عندي بقى لفة مشمش كده، او قمر الدين في التلاجة، قلت استغلها واعمل لهم حاجة حلوة. يلا بينا ندخل ونشوف هنحتاج ايه. خدت لفة القمر الدين وحطيت عليها 5 كوبايات من المية، وسبتها من الصبح لغاية بالليل لحد ما تبقى بالقوام دوت كده. حطيتها بقى في الحلة زي ما انتوا شايفين كده، وهشغلها على نار متوسطة لحد لما يدوب تماما ويتجانس كله مع بعضه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا احتجت لفة قمر الدين ونشا ومية بس، والسكر هنا هنحطه حسب الرغبة. خلاص كده داب، حط بقى سكر معايا حسب الرغبة. انا استخدمت حوالي تقريبا 6 معالق كبار. تمام، برضو تقدري السكر ده براحتك. هرجع بقى ايه اوطي عليها واروح ادوب النشا بتاعتي. خدت 6 معالق من النشا، عليهم حوالي ربع كوباية من المية، وهقلب كويس جدا جدا النشا مع المية لحد لما ايه ياخد يبقى يسيل معايا كده، عشان دوت الخليط اللي هيربط معايا بيه المهلبية بتاعتي. بقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالراحة كده. تمام، وهاخده بقى وهروح بيه فين؟ هروح بيه على المهلبية بتاعتي او مهلبية قمر الدين بتاعتي على البوتاجاز. يلا بينا بقى ندخل. شايفين ده كده تمام جدا، القوام بتاعه حلو قوي. يلا بقى نبدأ ننزل بالنشا بتاعتي علشان تعمل عملية الربط. هقلب بس تقلبتين كده حلوين، وهبدأ انزل بالنشا بتاعتي. زي ما انتوا شايفين بجد الريحة طالعة حلوة قوي، فكرتني برمضان وجمال ايام رمضان. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، بإذن الله نعمل مع بعض احلى الوصفات في رمضان بإذن الله. هقلب بقى بالشكل ده كده، وهبدأ لحد لما يبدأ يتقل معايا وياخد القوام المظبوط. شايفين بجد اللون بقى حلو ازاي؟ طبعا كل ما بيغلي كل ما بيتقل معايا بالشكل ده كده. هجهز بقى الاطباق بتاعتي، وهنا انا حطيت يعني رشة فانيليا صغيرة تقدري تستغني عنها. بقلب حلو جدا لحد لما تحسي ان انتي خلاص بقى يعني القوام المطلوب بتاعك. شايفين بدأ يتقل ازاي؟ تمام، حلو قوي قوي كده. لو عايزاه اتقل من كده بتخليه شوية على النار، مفيش اي مشكلة. حسب القوام اللي حضرتك بتفضليه. في ناس بتحبه خفيف وناس بتحبه بيبقى تقيل شوية. خلصت كده تمام، ده القوام المطلوب. هاخده بقى وابدأ اصبه. انا هنا خدته وجهزت الاطباق بتاعتي. شايفين؟ هبدأ بقى اغرف الاطباق بتاعتي. تقدري تستخدمي كوبايات، مفيش اي مشكلة المتاحة عندك. اعمله بالشكل ده، وبعد ما اخلص اسيبه يبرد وازوقه بالجوز الهند ونشوف شكله مع بعض. ده بعد ما خلص انا زوقته كده بشكل هلال بسيط قوي عشان تفكرنا بايام رمضان، وحطيت شويه مكسرات كده وشويه زبيب. بجد شكله تحفه وطعمه كمان حلو قوي. لو عجبك الفيديو، عجبتك الوصفه، ما تنسيش تعملي لايك وشير الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.